السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ويوم جديد. يلا بينا نشوف احنا رايحين فين. احنا هنا رايحين ناكل بيتزا. البيتزا السوري ده يا جماعة اللي ما جربهاش فايته كتير قوي. اي حد هنا في ايطاليا وما جربش البيتزا السوري، ما شاء الله الناس السوريين كلك ذوق في كلامهم الصراحة يعني. وهم انتشر عندنا كمان في مصر، في الشاورما والحاجات ديت يعني. المهم بعد يوم تعب بقى في الشقة، ترتيب وتنظيف بعد رجوع من مصر، فأكيد مفيش وقت أعمل فيه أكل. فاحنا قلنا إن احنا نيجي هنا فين؟ في مطعم حلال. مطعم حلال يعني السوري، ما شاء الله عليهم أكلهم حلو قوي ونزق قوي. للأسف كان المكان بتاعنا مشغول، فاضطرينا نقعد هنا في المكان ده. وأول مرة كنا يلا بينا بقى نشوف طلباتنا. هنا بقى فضلنا ان احنا ناخد كل واحد بيتزا صغيرة افضل ما نجيب واحدة كبيرة مشتركة، وهما الخمسة بسعر واحدة كبيرة. فالافضل ان احنا نختار لاولادنا كل واحد لوحده علشان اللي يختار حاجة ياكلها. هنا بقى كان اول حاجة كان طبق البطاطس، وقبل ما كانت الشاورما خلصت والبيتزا اتخبزت كان طبق البطاطس يعني على وشك ان هو يخلص اساسا من حلاوته من الاولاد. يلا بينا ندخل بقى. هنا البيتزا بقى كلها بتتخبز، وبعد كده بيحطوا كل الشاورما على كل واحدة، والخضار ده بيبقى اختياري، كل واحد بيختار النوع اللي هو عايزه. يعني في اللي بيحب السلطات والطماطم والفلفل، وفي اللي ما بيحبش انواع كتير منه، وفي اللي بيحب الحاجة الحار والكاتشب والمايونيز، وفي اللي ما بيحبش. خليكم معانا وانتوا هتشوفوا بايه بعينيكم. ده كان اختيار، اول اختيار ده كان بتاع مين؟ كان اول اختيار بتاع جنى. تاني اختيار كان اختيار محمد. انا مش كنت بختار، انا كنت بنادي الاولاد واحد ورا التاني هو اللي يختار طلبه بنفسه. وده كانت ميزة علشان خاطر اللي بيحب حاجة ياخدها، واللي مش بيحب حاجة يسيبها في مكانها علشان خاطر نفسه ما تنسدش عن البيتزاية بتاعته. اما هنا بقى ده كانت البيتزاية بتاعتي انا. دي كانت بتاعتي، وانا قلت له حط لي من كل السلطات، لان السلطات هنا كانت نية ما كانش تتعب المعدة. وده كانت ميزة ان الخضار كان هنا ني في ني. واخيرا كانت اخر واحدة بتاعت ابو يوسف، وهو مش بيحب الحار. وكده كنا فكرنا ان احنا نعمل تحدي مين اللي يخلص البيتزاية بتاعته الاول، ويحكم على الخسران باي حاجة يعملها. فبما ان بقى مين اللي هيكسب يا ترى ومين اللي هيخسر يا ترى، انا مش هضيع لكم التفكير. يعني خمنوا واكتبوا في الكومنتات مين اللي هو يخسر الاول، لا مين اللي هيفوز الاول طبعا. ومين هو اللي هيبقى خسران ويا ترى هينعمل فيه ايه. انا هنا كنت بساعد بس محمد ان انا افصل له القطعة عن التانية علشان خاطر هو لسه صغير، مش بيتمكن من مسكة البيتزا كاملة كده. البيتزا ده يعني اكلها بصم يعني حاجة ما شاء الله كده حلوة، لا تتعب معدة، كأنه هو حاجة خبيث كده مخبوز وبتحط له شوية خضار. يعني كأنها وجبة خفيفة كده ومليانة سلطات وحاجات حلوة كده وبروتينات. انا اول مرة كنت اكل البيتزا لما جيت هنا ايطاليا، وكانت تجربة حلوة قوي. يعني كنت بخاف ان انا اجرب اي اكلة جديدة واي اكلة غير الحاجات اللي احنا متعودين عليها في بيوتنا، اللحوم وكلام من ده. بس يعني طلعت تجربة حلوة. لا اكلتها وانا في ايام الدراسة مع اصحابي، افتكرت في مطعم بيتزا، بس كانت بالجبن وكانت كلها دسمة كده، الجبن بتاعتها كانت كتير.
بس دي خفيفة خالص وحلو. يا ترى مين اللي هيخسر؟ انا اللي هيخسر ده بالنسبة لي انا هكون فايزة كده كده، علشان خاطر هدبسه في ترويق الشقة يوم كامل. اه بجد، اه بجد. اصبروا بس. محمد هنا كان ادى لباباه قطعتين اتنين من البيتزا بتاعته، وقلنا مش مشكلة، هو كده صغير، ويعني احنا حاطينه كده في وسطنا يعني، بس عشان خاطر ما يزعلش. هو مش هيعرف في التحدي زينا وكده يعني. انا بقى بحاول ان انا انجز علشان خاطر احكم الحكم اللي في بالي. يا ترى يا ترى. جنى بقى كده كانت هي اللي كسبانة، لأنها كانت بعيدة عن يوسف ومحمد، وكانت مركزة في الوجبة بتاعتها علشان خاطر تتدبس مين؟ يوسف في العقاب. كده كان محمد انسحب، ادى لبابا قطعتين واتبقى منه قطعة، فهو كده كده ايه، كان خسران. وانا كنت الحمد لله خلصت، فكده انا كده كده اللي فزت. المهم كده مين اللي خسر؟ اللي خسر كان يوسف، انا هي اللي فازت. بعد بقى ما خلصنا لقينا الراجل جايب لنا كوبايتين شاي سوري، ما شاء الله عليه. هو الشاي خفيف سيكا عن مصر ومحطوط له قرنفل. حبيت ان انا اخد تقييم للشاي. يوسف قال 10 من 10. بابا قال لا، الشاي المصري احسن منه، ده خفيف ومحطوط عليه حاجة. محمد بقى هنا قلت له دوق يا محمد، ده عليه قرنفل. اخدت كوبايه ابو يوسف اشوف ايه اللي فيه، لقيت فيه قرنفل. اما محمد هنا بقى، محمد كان بيقول هو محطوط له قرنفل، انا بحب ان انا، طب ليه هم حاطين قرنفل؟ وحكم عليا ان انا اشرب منه، قال لي اشربي منه كده دوقيه بس، وجي اخده مني تاني. كده الفيديو بتاعنا يا جماعة يكون خلص، ما تنسوش اللايك والاشتراك. سلام.